النهاردة هنكمل كلامنا عن العلاقة الخاصة. هل ممكن يكون الخجل عائق عن العلاقة الخاصة بين الزوجين؟ إيه هو سبب الخجل؟ وإيه هو علاجه؟ هل ممكن يكون النظرة غير الصحيحة للجنس سبب من أسباب الخجل؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. الزواج مش مكان للخجل، لأن العلاقة الحميمة هي علاقة مقدسة وطاهرة. والكتاب المقدس بيقول: كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للناجسين فليس شيء طاهر. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني الخجل الطبيعي متوقع في الأول، لكن الخجل المبالغ فيه ده نتيجة فكرة غلط عن الجنس، زي إن الجنس حاجة عيب أو خطأ. كمان مهم جدا إن الزوجين يبدأوا حياتهم بتوبة نقية وجهاد روحي، عشان يكونوا في حالة توافق روحي وجسدي مع بعض. العلاقة دي محتاجة انفتاح وبساطة، كل واحد يكون على طبيعته مع شريكه بلا تصنع أو تكلف. زي ما الكتاب المقدس بيقول: ليس بعد اثنين بل جسد واحد. يعني مفيش حد متسلط على نفسه، كل واحد ليه دور ومسؤولية تجاه الآخر. طيب مشكلة الخجل بتكون مع مين أكتر؟ تعالوا نعرف مع بعض في الحلقة دي. كلمتين وبس. طيب المشكلة مع مين غالبًا؟ غالبًا الخجل بيكون عند المرأة، وده ساعات بيخلّيها تتوصف بالبرود، لكن في الحقيقة إن المرأة عندها رغبة جنسية بنفس قوة الراجل. طب إيه الفرق؟ الفرق إنها بتحس بالأمان والثقة مع الراجل اللي بيحبها بجد ويحترم مشاعرها. الست بتحب اللي يعاملها برقة وحنان، واللي يهتم بجمالها الداخلي والخارجي كمان، واللي يحب شخصيتها وأسلوب حياتها جنب جمالها الخارجي. يعني ببساطة، لو الراجل بيحبها بكل كيانها، هي كمان هتتجاوب معاه بكل الحب. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشورة من جامعة هولي صوفيا.